قبل ما نبدأ السيناريو بتاعنا عايز أقول لكم إن السيناريو اللي معانا النهاردة مبني على قصة حقيقية وحصلت بالفعل، وبجد حكاية جميلة بشكل ما تتوصفش، فخليكم معايا للنهاية علشان بجد هتستمتعوا بالحكاية. وعايز أعرفكم إن ده فيلم جديد إنتاج 2025. وقبل ما نبدأ فيلمنا عايزكم تصلوا على النبي لأن ده أهم حاجة عندنا. ويلا بينا نبدأ. والسيناريو بيبدأ بالليل مع اتنين أصحاب اسمهم كومار وشعيب، وبيكونوا راكبين جرار ورايحين محطة القطر، وده علشان مسافرين يعملوا اختبارات الشرطة، وبنعرف ان حلمهم يبقوا ضباط. والصبح بيوصلوا المحطة، بس لما كومار بيشوف عدد الطلاب المسافرين علشان يعملوا الاختبارات كان هيمشي، لان بالشكل ده مفيش امل يحققوا حلمهم. بس شعيب بيوقفه وبيعرفه انه لازم يسعى علشان يحقق حلمه، وبيقول له شوف العساكر اللي بتضرب الطلاب دول، بكرة لما نبقى ضباط محدش هيقدر يكلمنا، واسمنا لما يتقال الكل هيقف انتباه. وبيقتنع بكلامه، وشعيب بيقول له شوف مكان نقعد فيه لحد لما قطع التذاكر، وبيروح يقعد جنب بنت اللي لما بتشوفه بتديله يشرب، وبيسألها هو انت مسافرة لوحدك؟ فبتقول له هو غلط ولا ايه، وبعدين انت مالك؟ بس بتضحك وكانت بتهزر معاه، وبيعرف ان اسمها سودها. وبيجي شعيب يقعد معاهم بعد ما قطع التذاكر وبيتعرف عليها، وبنعرف انها مسافرة لمكان تاني غير الاختبارات. وموظف المحطة عرفهم ان القطر وصل، فبيجروا علشان يركبوا، والدنيا بتبقى زحمة حتى سودها بتختفي من قدامهم. وفي القطر كومار بيقول له انت متأكد ان احنا هننجح؟ ده شعب الهند كله مقدم علشان يبقوا ضباط. فبيقول له ما تقلقش، هي ونصيبها بقى، المهم ان احنا نسعى دلوقتي علشان في المستقبل ما نقولش يا ريتنا. وبعد سنة بنشوف كومار في البيت، واللي بيكلم ضابط من مكتب التوظيف وبيسأله عن نتيجة الاختبارات اللي بقالها سنة ولسه ما ظهرتش، بس بيقفل الخط في وشه. واخته بتيجي وبتطمنه انه هينجح، ولما بيسألها عن ابوه وامه بتعرفه انهم في الشغل. وفي الوقت ده بنشوف رجل عجوز ومراته وهم شغالين في المعمار، وبنعرف انهم والد ووالدة كومار اللي بيكون متضايق بسبب الشغلانة بتاعتهم لانها مش حلوة واخدت صحتهم وبوظت رجل والدته. بس بتقول له انا اتخلقت للشغلانة دي وورثتها عن امي وجدتي، بس برضه بيكون زعلان لان عايز لهم حياة افضل من كده. بعد كده بنشوف شعيب وهو في بيت نقيب عندهم في البلد، وبيقول له انا كنت عايزك تعرف لي نتيجة الاختبارات بتاعة الشرطة. فبيقول له انا معرفش حد من مكتب التوظيف علشان اخدمك، وبيعرفه ان فيه 2.5 مليون طالب مقدمين على الوظيفة دي، وبيختاروا في النهاية 3500 شخص بس، وبينصحوا انه يطلع فكرة الشرطة دي من دماغه لانها شبه مستحيلة وعايزة واسطة تقيلة. وبينصحوا كمان يسافر دبي احسن له لانه لو فضل هنا مش هيعمل حاجة. بس بيقول له انا ما اقدرش اسيب اهلي وبيتي ومش هعرف ابعد عنهم. وبالليل والده رجله كانت وجعاه جدا، فابنه بيقول له ما تشتغلش الفترة دي، فبيزعق له لانه عاطل ومش بيشتغل، وبيقول له هنصرف منين يا فالح. وبيكون عايزه يسافر دبي لان دي فرصة كويسة ليه. والفجر صاحبه بيجيب له قميص علشان رايح شغل جديد في شركة، وكومار بيلاقي كاب بتاع ضابط شرطة وبيسأله هو بيعمل ايه عندك ده، فبيعرفه ان حاطط هدفه وحلمه قدامه على طول ومش هيتنازل غير لما يحققه. وبيركب الاتوبيس وبيوصل الشركة، وهناك بيشتغل ساعي وبيقدم طلبات للموظفين. وبيدخل عند موظف وبيكون مش طايقه ابدا وشكله كده بيكرهه، وبيطلب منه مستندات هوية لوالده ووالدته، وهو بيتحرج لانهم هيعرفوا انهم شغالين في المعمار. وبالليل ابوه بيقول له يا ابني سيبك من الاهانة اللي انت فيها دي وسافر دبي، والشغلانة اللي جايه لك كويسة وحياتنا هتتحسن لما تسافر. بس هو كان رافض فكرة السفر لان ده هيمنعه انه يحقق حلمه ويبقى ضابط شرطة. وبيروح يقعد مع صاحبه اللي بيبقى بيكلم سودها، وبقوا اكتر من اصحاب. وكومار لما بيلاقيه زعلان بيقول له سيبك من الكلام ده، انا عايزك بكره تأجر لنا موتوسيكل علشان في ماتش كريكت على 5000 روبية. وتاني يوم بيروحوا وبيكسبوا اول جولة، بس الجولة التانية شعيب بيخسر وبيزعقوا مع بعض وكانت هتحصل خناقة بس بتنفض. بعد كده بيروح كومار مكتب توظيف ضباط الشرطة، وده علشان يسأل على النتيجة، بس الموظف بيعرفه ان الوظايف متعلقة، وهو بيزعل لان كده السنة راحت عليه. فبيقعد وبيسأله اسمه ايه، فبيقول له الاسم الثنائي، ومش بيرضى يقول له على اسم العيلة. بس لما بيعرف انه من طائفة الكاياستا معاملته معاه بتتغير تماما، وبيتكلم معاه بطريقة مش كويسة. والظاهر كده ان الطائفة دي بتعاني من العنصرية وانها من الطوائف المكروهة في المجتمع. وبيقعد مع صاحبه اللي بيقول له هو انت محروق تقول اسم الطائفة بتاعتك ليه؟ فبيعرفه انه لو اشتغل ضابط شرطة وعرفهم الطائفة بتاعته هيخلوه يمسح الحمامات هناك، وبيبقى مش عارف
عارف هم هيفضلوا يعاملوهم المعاملة القذرة دي لحد امتى. وبيقعد مع حبيبته بيقول لها هي الناس هتفضل تحتكرني لحد امتى، وكل ما اقول اسم الطائفة بتاعتي بيبصوا لي بصة مش حلوة. فبتقول له ما تزعلش نفسك، انت مش لوحدك، انا كمان بعاني زيك بالظبط، وعلشان كده قررت ان ارفع من قيمتي علشان محدش فيهم يتكلم معايا كلمة تضايقني. وانها دلوقتي بتدرس في المعهد المركزي للفنون والتجارة، ودي اخر سنة ليها وهتحضر الماجستير، وبتنصحه يدرس هو كمان علشان العلم هو اللي هيخلي ليه قيمة. وفعلا بيروح يقدم في المعهد وبينقبل. وساعتها والدة كومار كانت قاعدة في المدرسة اللي شغالة فيها بنتها. بعد كده بتسألها عملت ايه في الفلوس اللي طلبتها منك، وده علشان نبني سقف البيت. فبتعرفها ان اللي معاها قليل بسبب المصاريف اللي مش بتخلص، وبتطلب منها تقول لكومار يساعدهم. فبتعرفها انه بيدرس دلوقتي ومش هينفع نطلب منه يشتغل ويجيب فلوس. وفي الوقت ده شعيب كان مع المديرين بتوعه في شقة راجل ومراته، وده علشان يبيعوا لهم فلتر ميه، بس الناس بيرفضوا لانه غالي وملوش لازمه. بس شعيب بياخد باله من الادويه اللي موجوده، وبيقول لهم انتوا عارفين ان الميه غير صالحه للشرب وبتجيب امراض كتير، وده هيخليكم تجيبوا علاج اكتر، بجانب انهم لو فكروا يغلوا الميه هيستهلكوا غاز وفلوس. وبينصحهم ان الفلتر ده موفر ليهم، وبيقتنعوا بكلامه. وتحت بيتاسف للمدير بتاعه لانه اتكلم من غير اذن، فبيقول له يمكن اللي انت عملته غلط، بس ده ما يمنعش انك شخص موهوب وشاطر، وعجبني موضوع الادويه اللي انت قلت عليه ده. وبيطلب منه يشتغل مع فريق المبيعات، بس بيعرفه انه مقدم في وظيفه الشرطه ومستني النتيجه، وده حلم حياته وشغله في الشركه ده فتره مؤقته. فبيقول له وانا مبسوط علشانك لانك شخص مكافح وشاطر. بعد كده بياخد صاحبه على الموتوسيكل علشان يوديه اول يوم المعهد، ولما بيوصل بيبقى مش فاهم حاجه ولا عارف ايه اللي بيحصل حواليه. ولما بيروح يشتري كتاب بيلاقيه غالي ومش بيرضى يشتري، بس سودها جابت له الكتب بتاعتها بتاعت سنه اولى وبيشكرها على مساعدتها الجميله دي. وفي المحاضره بيبقى مش فاهم حاجه، وعلشان كده بيلجأ لحبيبته علشان تدرس له، وبرضه مخه بيبقى تخين، بس بيوعدها انه هيحاول يذاكر ويركز الفتره اللي جايه. بعد كده بيروح لبيت شعيب اللي بيلاقيه مقفول، بس الصدمه هنا لما بيوصل شعيب واسرته وبيلاقيه قدامهم بس بيبقى بياكل، وبيصوروا فيديو وبيتريق عليه وبيقعدوا ياكلوا سوا. بس فجأة بتيجي لكومار رسالة وبتبقى نتيجة الاختبارات، فبيروحوا سايبر علشان يشوفوا النتيجة على النت. وأول حاجة كومار بينجح وبيبقوا فرحانين جدا، بس للأسف لما بيبحثوا عن شعيب بيلاقوه سقط في الاختبارات، وهو بينصدم وبياخد بعضه وبيمشي وهو زعلان. وبيروح كومار وبيعرف أهله إنه نجح وهيبقى ضابط شرطة قد الدنيا، وهيبني لهم السقف اللي بيحلموا بيه وحياتهم هتتغير للأحسن. ولما بيسألوه أنت خلاص كده هتتعين، فبيعرفهم إن فاضل الاختبار البدني وده هيعديه بسهولة. ولما بيروح شعيب بيعرف اهله انه سقط وكومار نجح، وطبعا كانت حالته النفسيه متدمره، وبيفضل قاعد زعلان وبيكسر في اي حاجه قدامه لانه خلاص حلمه انتهى. وتاني يوم كومار كان بيستعد للاختبار البدني، وساعتها شعيب بيشوفه وهو رايح الشغل، وفي الشركه بيرن عليه بس بيقول له انا مش فاضي دلوقتي وورايا شغل. فبيقول له هتفضل زعلان كده لحد امتى؟ وبعدين مفيش مشكله قدم السنه اللي جايه. فبيقول له خلاص انا سني تجاوز السن المطلوب. فبيعرض عليه يقدم في اكتر من وظيفه تبع الشرطه، بس بيقول له انا مش محتاج نصيحتك وبيقفل معاه. وفي المستشفى الدكتوره بتعرف شعيب ان والده مش هيقدر يمشي على رجليه تاني ولازم يعمل عمليه جراحيه وهتكلفهم 200,000 روبيه، بس بيبقى مش معاهم الفلوس. فبتعرفهم انهم ممكن ياخدوا كارد طبي ويقسطوه براحتهم. فبيروح شعيب على مديره وبيعرفه انه عايز يشتغل مندوب مبيعات، ولما بيسالوا عملت ايه في الشرطه بيعرفوا انه سقط. وفي الوقت ده رئيس الشركه رفض ان شعيب يشتغل مندوب، وده لانه مش معاه شهاده، ومش علشان عرف يبيع مره هيعرف يبيع كل مره، ودي عايزه ناس دارسه. وبيتاسف له، وبالليل بيروح لصاحبه اللي بيقول له انا برن عليك كتير مش بترد عليا ليه؟ فبيقول له انت عايز ايه؟ مش خلاص نجحت؟ ركز بقى في حياتك ومالكش دعوه بيا. فبيقول له يا ابني احنا اصحاب وليا حق عليك، وبعدين انت زعلان ليه؟ كفايه ان واحد فينا نجح. فبيقول له دي حاجه ما تخصنيش، كل واحد ليه اهله وبيته مسؤولين منه، وانا مش مستني الصدقه بتاعتك. فبيعرفه انه ما قالوش كده، وبيساله انت ليه زعلان مني؟ هو انا السبب انك تسقط؟ فبيقول له انت عايز تفهمني انك احسن مني مثلا؟ بالعكس انا احسن منك في كل حاجه، ومن صغري وانا شقيان وبساعد اهل بيتي، وانت لحد النهارده ما تعرفش يعني ايه شغل. فكومار بيشتمه بس شعيب بيضربه وبيقول له من النهارده انت من طريق وانا من طريق، ومش عايز اشوف وشك تاني. والدنيا بتشتي وكل واحد فيهم قاعد زعلان، وده بسبب اللي حصل. وتاني يوم في الاختبار البدني الموظف بيعرف كومار
كومار ان مستواه ممتاز، فبيسأله هيتعينوا امتى، فبيعرفوا ان هتجيله رسالة بالتعيين من مركز الشرطة اللي هو تبعهم. وشعيب بيصحى على صوت والدته اللي بتندع عليه، وبيبقى ابوه وقع على الارض ومش قادر يتحرك بسبب ركبته، فبينيمه على السرير. وابوه بيقول له ما تسافرش يا ابني وخليك قاعد معانا، ونفسي تحقق احلامك وتنجح، لان مش قادر استحمل اشوفك زعلان كده. فبيروح الشركة بدري وبياخد 8 فلاتر وبيمشي. وفي الشركة بيعرفوا اللي حصل وقرروا يبلغوا الشرطة، بس هو بيجوا وبيعرفهم انه مش حرامي وباع الفلاتر، وده علشان يبين لهم انه جدير بالوظيفة دي. والرئيس بيفرح جدا وبيعرفوا ان ده اعلى نسبة مبيعات للفلاتر في الشركة بتاعتهم في يوم واحد، وبيعرفوا انه خلاص اتعين في قسم مندوبين المبيعات. وهو بيفرح والحزن بدأ يفارق قلبه. وفي الوقت ده والدة كومار كانت في المدرسة وعملت اكل للاطفال، والمدير بينبسط منها ومن اكلها، وبيعرفها انها هتشتغل معاهم هنا. وبالليل بيحسبوا التكلفة اللي هيعملوا بيها السقف، وابوهم بيعرفهم ان جايله شغلانة في مصنع قماش وهيقبض 19,000 روبية بدل ال 10,000 روبية اللي كان بيقبضهم في المعمار. وتاني يوم سودها بتكلم كومار وبتبقى زعلانة لانه مش بيجي الكلية وبقاله فترة كبيرة مش بيكلمها، بس بتعزمه على فرح اختها علشان يقعدوا سوا. وفعلا بيروح الفرح وهي بتبقى زعلانة، وده لانه هيسيب الكلية وهيشتغل ضابط شرطة. وبتزعل اكتر لما بتعرف انه كان داخل الكلية علشانها، وبتطلب منه يخليه في الكلية ويبدأوا حياتهم سوا. بس بيعرفها ان ده حلم من صغره وكان نفسه يبقى ضابط شرطة، وخلاص الحلم ده قرب يتحقق. وبيطلب منها بلاش تقف قدامه وتسيبه يعمل اللي هو عايزه، بس هي بتبقى زعلانة وبتعرفه انها بتحبه، بس مادام هيعمل اللي في دماغه خلاص يبقى الحب اللي بينهم انتهى. وبكده كومار خسر صاحبه وحبيبته. ومن وجهة نظري انا شايف ان كومار مش غلطان في حاجة، وبعدين كل ده علشان حلمه يبقى ضابط شرطة. المهم تاني يوم بيروح مكتب توظيف ضباط الشرطة، وده علشان يستعلم عن خبر التعيين، بس واحد بيعرفه ان كل الموظفين في تدريب، فبيقرر يستناهم. وفي الوقت ده شعيب بياخد الموافقة على الكارد اللي هيعمل بيه العملية بتاعت ابوه، بس الموظف بيطلب منه نسخة من خطاب تعيينه في الشركة، وده علشان يكمل باقي الاجراءات بتاعت الكارد. وفي الوقت ده كومار كان قاعد مستني الموظفين، بس نفس الشخص بيعرفه ان جالهم اخبار ان قرار التعيين اتعلق لمدة 6 شهور او سنة، وهو بينصدم وبيزعل وبيبقى مش عارف ايه اللي بيحصل له ده. وبتجيله مكالمة من اخته، وبيبقى اهالي الطلاب رافضين ان والدته تعمل الاكل لعيالهم، وده بسبب العنصرية اللي الطائفة بتاعتهم بيعانوا منها، وبيبقوا موافقين ان بنتها تشتغل عاملة نظافة في المدرسة، انما ما يوصلش بيهم الحال انهم يطبخوا وياكلوا عيالهم. وفي البيت والدة كومار كانت زعلانة بسبب اللي سمعته من الاهالي. وتاني يوم كومار كان قاعد مع اخته وبيعرفها لو كان ضابط شرطة ما كانش حصل اللي حصل لوالدتهم، فبتقول له ده نصيبنا يعني هنعمل ايه. وبتعرفه ان اخرهم يشتغلوا في النظافة وعند الناس، انما مش مسموح لهم يشتغلوا في حاجة كويسة. وهو بيبقى متضايق بسبب قرار التعيين اللي اتأخر، بس اخته بتطمنه وبتقول له جه الوقت علشان يساهم في البيت ويشتغل، لان الحمل زاد عليهم وعليها هي بالاخص. وبعد شوية والده بيحضر نفسه علشان يسافر يشتغل في مصنع القماش، بس بيقرر كومار هو اللي يسافر مكانه، لان جه الوقت علشان يساعد في البيت. ومش مهم بقى جه قرار التعيين ولا لا، المهم دلوقتي ان لازم يشتغل ويساعد اسرته. وبيودعهم وبيمشي، وبيبص على شباك اوضه صاحبه بس مش بيلاقيه. وبيوصل مدينه سومار اللي فيها المصنع، وبيروح المكان اللي هينام فيه، وواحد بيعرفه ان في ناس بتشتغل ورديه بالنهار وناس بتشتغل ورديه بالليل، وبيقسموا السراير بينهم، واثناء وهو نايم بيصحوه وبيبقى مش قادر. وبيطلع على المصنع وبيتعلم ازاي يشتغل، وايده بتاخد على الشغلانه بسرعه. وفي الوقت ده شعيب بيطلب من السيد مشرى نسخه من خطاب تعيينه، وده علشان واخد كارد لوالده بخصوص العمليه، فبيقول له انا عايزك تجيب لي شهاده من مركز الشرطه الاول، وده علشان اديك الجواب اللي عندي. وبيعرفوا ان صاحب الشركه عامل حفله بالليل وعازم كل اللي شغالين في الشركه وهيتفرجوا على مباراه الكريكت، وبيطلب منه يجي وهو بيوافق وكان فرحان. وفي الوقت ده كومار بيقبض اول مرتب ليه وبيبعته كل لاهله، واخته بتبقى مبسوطه منه، واسرته بيعرفوه انهم اخيرا هيبداوا يشتغلوا في موضوع السقف بتاع البيت، وهو بتبقى مشاعره بارده ومش عارف يفرح بسبب النفسيه السيئه اللي بيمر بيها.
وفي بيت شعيب والدته بتديله علبة حلويات، وده علشان يقدمها لرؤسائه في الشغل. وبيطلع على هناك وكانوا بيتفرجوا على مباراة الكريكت، وبيبقوا قاعدين متوترين وخايفين للهند تخسر، بس بتقدر في النهاية إنها تفوز وبيحتفلوا كلهم. بس للأسف اللي أنا كنت خايف منه حصل، ومشرى بدأ يتريق على شعيب وبيطلب منه ياكل كتير من الأكل ده لأن عمره ما هياكله في حياته. وبيقول له بعدين إيه العلبة المعفنة اللي أنت جايبها معاك دي؟ وبيفكروا لما سرق ال8 فلاتر من الشركة، بس بيزعق له بيقول له كفاية لحد كده، وبيعرفهم إنه هيستقيل من شغله لأن كرامته أهم حاجة عنده، ومش علشان هو فقير يحصل فيه كده. وبيروح البيت وبيبقى زعلان جدا بسبب اللي حصل له والتنمر اللي اتعرض له، وكل ده علشان شغال ساعي في الشركة. وتاني يوم بيسافر لصاحبه وبيفضل ياكل وهو ساكت وبيدمع، ولما بيسأله مالك بيقول له مفيش حاجة، ما أنا زي الفل قدامك أهو. بس بيعيط وصاحبه بيحاول يهون عليه. وتاني يوم كومار بيسأله هتعمل إيه؟ فبيقول له مش عارف، ولازم ألاقي شغل علشان أسدد الكارد بتاع أبويا. فبيقول له طب ما تسافر دبي. فبيعرفه إنه لازم يقعد هناك أقل حاجة سنتين علشان يسافر زيارة لأهله، وهو مش هيقدر يقعد المدة دي بعيد عنهم. فبيقترح عليه يشتغل معاه في المصنع، وهو بيوافق وبيروح المصنع وبيشتغلوا سوا. والأيام بتعدي بحلوها وبمرها، وأخته كومار بتكلمه بتعرفه إنهم أخيرا عملوا السقف اللي كانوا بيحلموا بيه. وفي عيد ميلاد كومار بتيجي سودها علشان تبارك له على عيد الميلاد وتصالحه في نفس الوقت، وبتقعد معاه وبتتأسف له على الكلام اللي قالته له آخر مرة، وبتعرفه إنه شبه والدها وكان نفسه برضه يبقى ضابط شرطة وفشل، وهي كانت زعلانة عليه لأن حالته النفسية اتدمرت ومش عايزاه يعيش نفس معاناته. فبيقول لها ما تتأسفيش، أنا ما أقدرش أزعل منك، وبتنصحه يرجع يكمل دراسة. فبيقول لها سيبيني بس أفكر في الموضوع ده، وبيودعها وبتمشي. وساعتها شعيب بيبعت 60,000 روبية لموظف البنك، وده علشان يبدأوا العملية. وبيروح لأهله وأبوه بيعمل العملية وبتنجح، وصاحبه بيعرفه إن في فيروس اسمه كورونا منتشر اليومين دول والحال شكله هيقف والدنيا مقلوبة. بعد كده بيجهز نفسه علشان هيرجع لشغله تاني، وبيسلم على أهله وبيطلب من أبوه يخلي باله على نفسه. وبيسافر وبيوصل عند صاحبه بالليل وبيسلم على كل الشباب. وتاني يوم في الشغل المشرف عرفهم إنهم هيقفلوا 21 يوم، وده بسبب الفيروس المنتشر. وتاني يوم المحلات كلها بتبقى قافلة وبيبقى في حظر تجوال على البلد كلها، وممنوع حد ينزل الشارع غير في الأوقات المسموح بيها بس. وأثناء وهم بياخدوا الوجبات شعيب بيكلم أبوه وبيبقى مش عارف هيسدد بقية الكارد ازاي لأن الشغل واقف. حتى كومار أهله هيوقفوا شغل في البيت لأن مفيش فلوس، والشغل كمان واقف لأن مش مسموح للناس بالشغل. والعمال بدأوا يهاجروا من أماكن شغلهم للقرى اللي جايين منها على رجليهم، والبلد بتبقى متدمرة وفي حالة فوضى والحال بيبقى واقف جدا. وفي يوم بيروحوا المصنع بس الأمن مش بيرضى يفتح لهم، وعرفهم إن صدر قرار من الدولة إن مصانع القماش مش هتشتغل. وهنا قرروا أصحابهم يرجعوا بلدهم لأن قعدتهم هنا ملهاش لازمة والفلوس اللي معاهم هتخلص، ولازم يوفروا شغل جديد في أسرع وقت علشان يبعتوا فلوس لأهاليهم. وهم كمان قرروا يمشوا معاهم، بس الشرطة بتمسك شعيب وبتضربه. فبيطلع كومار يدافع عنه بس بينضرب هو كمان، وده لأنهم ماشيين في وقت مش مسموح بيه. وبيقعدوا مع بعض وبيفضلوا يضحكوا بسبب اللي حصل. بس كومار بيقول له أنا عندي حل كويس وهتفق مع صاحب شاحنة يوصلنا لحد بلدنا. وتاني يوم بيحضروا نفسهم وبينزلوا يمشوا وسط الناس، بس الشرطة بتضربهم برضه. وبالليل بيتمشوا لحد لما بيوصلوا عند الشاحنة بس بيبقى مفيش مكان، فبيقرروا يقعدوا على سقف العربية. وفي الطريق العربية بتقف، وده لأن في واحدة ست شاكين إن عندها الفيروس، وبينزلوها هي وجوزها وبنتها وبيسيبوهم في نص الطريق وبيمشوا. والصبح شعيب بيسأله هترجع المصنع تاني لما يفتح؟ فبيقول له لا، أنا قررت أرجع أدرس تاني. وشعيب بيقول له أنا أول ما أسدد الكارد هسافر على دبي لأن ما قدامهوش حل تاني غير كده. وبالليل شعيب بيلاحظ إن صاحبه تعبان، فبيكلم السواق علشان يدخلوا يقعدوا جوه، بس الناس بيلاحظوا التعب اللي عنده بينزلوهم من العربية وبيسيبوهم وبيمشوا. وكومار بيبقى مش قادر وبيفضلوا يمشوا وهو ما كانش فيه نفس لحد لما بيوصلوا قرية ومش بيلاقوا مية، بس
واحدة بتديلهم شوية مية، وكومار بيشوف رجليها واللي بتبقى شبه رجل والدته من كتر الشقة. وفي الطريق بيلاقوا عربية بس مش بترضى تقف لهم، وشعيب بيكلم دكتور وبيوصف له الحالة اللي هو فيها، فبيعرفوا ان عنده ضربة شمس وبيطلب منه يوديه مستشفى بسرعة ويشربه مية ويحاول يخليه ما ينامش لان ده غلط عليه وممكن يموت. وبيكملوا في طريقهم وكومار كان خلاص مش قادر يمشي وبيقع على الارض، بس شعيب بيحاول يفوقه وبيطلب منه ما ينامش ويركز معاه وبيشيله هو والحاجات وبيمشي. بس في الطريق كومار كان خلاص وصل لنهاية الطريق وشعيب بيقول له ما تمشيش وتسيبني، وبيعرفوا انهم خلاص وصلوا البيت ووالدته عملت له الاكله اللي بيحبها، بجانب انه هيروحوا الكليه علشان يدرس ويتجوز حبيبته سودها ويخلفوا عيال علشان يلعب معاهم. بس الكلام ده كان من غير فايده لانه كومار بيبقى مات. وبالليل الاسعاف بتيجي وبتاخدهم، وشعيب بيلاقي في الشنطه بتاعته انه كان عامل له طلب التحاق في المعهد معاه وده علشان يكمل دراسته. وسودها بيجي لها خبر وفاته وبتعيط، ووالدته لما بتشوف الجثه بتدخل جوه لانها مش مستوعبه. وبالليل شعيب بيديها الشبشب اللي كان ابنها جايبه لها هديه وده علشان تحافظ على رجلها، وبتفضل تعيط من القهر اللي هي فيه. وبتعدي الايام وبيبنوا البيت اللي كانوا بيحلموا بيه، وبيجي مندوب من الشرطه وبيساله هو انت كومار؟ فبيقول له ايوه، فبيعرفوا ان ده جواب التعيين بتاع الشرطه. وللاسف كومار مات قبل ما يشوفه ويحقق حلمه، وشعيب بيدخل الكليه وبيكمل تعليمه. واخر مشهد بنشوفه وهو قاعد لوحده وده لانه ما كانش عنده صاحب غيره. وهنا بينتهي فيلمنا، ودي كانت نهايه السيناريو الجميل بتاعنا، بس مش نهايه ملخصاتنا اكيد. ولو عجبتكم الحلقه دي ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا.